ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد، وهنعمل مع بعض النهارده المندي من احلى واجمل وصفات المندي. هنعمله النهارده على اصوله، تتبيله المندي الاصليه ونفس والتسويه بجد جميله جدا. فراخ تايبه دوبان وشاربه التتبيله، وطريقه الرز كمان هتعجبكم ان شاء الله. المندي كله على بعض كده وصفته في منتهى الجمال. اوعدكم ان بعد الفيديو ده المندي هتعملوها باستمرار من حلاوه الطريقه ومن حلاوه التتبيله ومن حلاوه المندي. هتعملوه باستمرار. لايك بقى وشير للفيديو وتعالوا نعمل الوصفه على طول. انا هنا عندي فرخه، بس انا مش هعمل الفرخه كلها طبعا. الفرخه دي المندي بتعملها على حسب العدد اللي هياكل. احنا يعني ما كانش كتير اللي هياكل، فانا خدت نص الفرخه، ونص الفرخه اللي عندي كان كبير. خدتها غسلتها ونشفتها كويس جدا، وكمان هعمل لها فتحات كده زي ما انتم شايفين كده. لازم الفتحات دي ضروري تفتحي كده الفرخه فتحات كتير، علشان خاطر تشرب التتبيله حلو وتتغلغل كده التتبيله جواها، وناكل احلى لحم فراخ. تعالوا بقى هنا نجيب طبق كده كبير، وهنزل فيه بربع كوباية زيت. وبعدين هجيب عندي الزعفران. ما عندكيش الزعفران استعملي بدل معلقة كركم حطي معلقتين كبار. انا هنا حطيت معلقة كركم كبيرة، وهحط كمان فلفل اسود، وهحط كمان بهارات فراخ، معلقة بهارات فراخ، وحطيت شوية توم باودر وشوية بصل باودر. وهقلب بقى وهكتب لكم كل المقادير بالظبط في صندوق الوصف، او في اول كومنت كده، علشان خاطر ما اكونش نسيت اي حاجه في التوابل. لان التتبيله دي بصراحه هي العامل الاساسي في حلاوه المندي. مش عايزه اقول لكم خلت طعم الفراخ عامل ازاي. ما تستغنيش عن الزعفران، يعني الزعفران مال الدنيا. عندي من عند العطار هتجيبي من عنده، لانه بصراحه بيخلي التتبيله جميله جدا. فما تستغنيش عن الزعفران، يعني هو مش غالي ولا حاجه. هنتبل بقى تتبيله حلوه كده، وهسيب الفراخ كده بقى شويه. وكمان بصوا انا بدخل بين الجلد والعظم، يعني ما سيبش حته ما فيهاش التتبيله. لازم التتبيله تتشرب في الفراخ كلها. بصوا بقى الكركم والزعفران مدي لون حلو جدا، واللون ده كمان هيبقى جميل قوي في التسويه. تعالوا بقى هنا للرز. هنزل بكوبايتين رز. انا هنا كنت عامله نص كيلو رز بسمتي، وهنزل بالليمون والورقه اللورا. وكمان عندي هنا القرنفل 4 وحدات قرنفل. وهنزل كمان بمعلقه فلفل اسود ومعلقه كمون وشوية ملح وتوم باودر وبصل باودر ومعلقة قرفة كبيرة. ما عندكيش حطي خشب، قرفة خشب، بس أنا هنا كانش عندي الخشب، حطيت قرفة عادي خالص مطحونة. هنزل بمعلقة زيت واحدة كده أو معلقتين صغيرين، لأن كده كده الفراخ هتنزل كل الدهون بتاعتها والسمنة بتاعتها والزيت اللي احنا حطيناها عليها. كل ده هينزل على الرز وهيخلي الرز طعمه في منتهى الجمال. حطيت كمان معلقة سمنة بلدي كده تدي الرز ريحة حلوة. وزي ما قلت لكم كده الزيت اللي احنا تبلنا بيه الفراخ هينزل كله على الرز، وهيخلي ريحة الرز حلوة قوي. انا هنا بقى ايه، كنت عايزة احط الصينية يعني اقل، يعني مش مرفوعة قوي كده، بس ايه لقيت دي بقى هتبقى كبيرة وهتبقى طالعة لبره كده لما اجي الفها، فحطيت دي بقى. بس دي كانت عالية قوي، بس برضو ايه يعني شغالة حلو. بصوا بقى الفرخة شكلها عامل ازاي من غير ما تستوي يعني شكل التتبيلة بجد جميلة جدا، وطعم التتبيلة دي يا جماعة في منتهى الجمال. ما تستغنوش عن اي توابل من اللي احنا حاطيناها. وكمان انا هكتب لكم التوابل مظبوطة، عشان لو نسيت حاجة اكون ايه حطها لكم. وما ننساش في التتبيلة انا حاطة مرقة ماجي فورية، اللي هي الفورية، مع تتبيلة الفراخ. كل ده هينزل على الرز وهيخلي الرز طعمه جميل قوي. بصوا بقى اهم حاجه لحبه التتبيله اللي في الاخر دي ننزل بيها على الفراخ، ما نسيبهاش خالص. هنا بقى عندي ميه مغليه، لازم تكون سخنه، ويكون الفرن شغال قبل ما احط الفراخ. هحط بقى لكل كوبايه رز كوبايتين ميه. يعني المهم ايه الرز تبقي حطاه، والميه تغطيه بحب عقلتين صباع كده، يعني ايه يكون اعلى من الرز بشويه بعقلتين كده. انا هنا كده تمام الرز معايا. وهحط بقى ايه دي ورقة زبدة عملتها الاول بحبة زيت عشان خاطر ما تلزقش على الفراخ. وهغطي بقى كده، وبعدين ورق الفويل انا مجهزاه. هحط بقى ورقة الفويل بعد ما احط ورقة الزبدة كده، عشان ايه اكمرها كمرة كويسة عشان تستوي. هتستوي طبعا، هتستوي الفراخ طبعا على البخار بتاع الرز ده، يعني البخار اللي هيطلع ده هو اللي هيسوي لي الفراخ. فلازم اكمرها كمرة كويسة كده. وانا هنا بقى نسيت حاجة كنت لازم احطها، فهفك اللي انا عملته ده تاني، واحط اهم حاجة هتتبلي وهتخلي طعم الرز يعني بجد جميل جدا. كل دي منكهات للرز. وعايزه اقول لكم بقى البصل، انا حطيت هنا بصلايه كده متقطعه،
وقرنين فلفل، وهرجع تاني بالفرخة تاني زي ما كانت، ودخلتها بقى الفرن. تعالي بقى اقولك على التسوية المظبوطة. احنا دخلنا الوقت الصينية هنحطها في اول رف تحت خالص في الارضية البوتاجاز لحد نص ساعة. هيكون الرز اتشرب، هتحطيه في الرف الوسطاني، وهتحطي بقى في الرف اللي تحت خالص اللي هي الارضية دي الصاج، وتحطي فيه مية، وتفضلي تحطي بقى في ميه كل شويه، ما تخليش الصاج ده ينشف معاكي خالص لغايه الرز ما يستوي، عشان هيستوي على البخار. وحطة الميه دي هتخلي الرز ما ينشفش معاكي ولا يلزق في الصينيه ولا يطلع ناشف ولا اي حاجه. فكل شويه حطي ميه كده لغايه ما نشيل الرز بتاعنا ويستوي ان شاء الله، وهيطلع معاكي حلو جدا زي ما شفنا هنشوف الفيديو دلوقتي. انا هنا عملت سلطه دقوس، حطيت بصل وتوم وطماطم وفلفل وكزبره او بقدونس اي حاجه، وهنحط كمان خل وليمون وزيت وكمون وكزبره وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر، وهنضرب ده كله في الخلاط او في الكب، وربع كوبايه ميه، وخلاص كده نبقى عملنا سلطه دقوس مع الرز ده، بتبقى جميله جدا. وهنعملها بقى ونشيلها في التلاجة. وعايزة بقى تحطي عليها هريسة شطة أو صلصة، الصلصة اللي هي المعلبة دي عشان تديها لون أحمر قوي حطي، بس أنا بحبها كده فريش كده وخفيفة. وهحط بقى شوية زيت على الوش، وهدخلها التلاجة بقى تتغلغل في التتبيلة بتاعتها دي لغاية الرز بتاعنا ما يستوي والمندي بتاعنا يطلع كده، ونشوفه مع بعض إن شاء الله. وما ننساش بقى في التسوية زي ما بقولك كده، واحنا حاطينه في الرف الوسطاني كل شوية نحط ميه في الصاج اللي من تحت خالص، علشان البخار ما يخليش الرز ينشف ويطلع معاكي مستوي وجميل. هنا بقى كان خلاص استوى معايا، انا طلعته هنا عشان ايه؟ اشيل ورقه الزبده بقى علشان خاطر ياخد وش كده، احطه تحت الشوايه بقى. انا هنا كنت شغاله الشوايه خالص، فبعد التسويه دي بقى وبعد ما اشيل ورقه الزبده هولع الشوايه عشان الفراخ تاخد معايا لون. وادي بقى اللون بعد ما خدته، ومش عايزه اقول لكم بقى جمال الفراخ عامله ازاي. قسما بالله العظيم تتبيله يعني من احلى واجمل واروع طعم هتاكلوه. تتبيله المندي دي والرز في منتهى الجمال. يعني انتوا جربوا وشوفوا. عايزه اقول لكم بقى البصل اللي اتشوى معانا ده والفلفل جميل جدا. يعني انا ندمانه اني ما حطيتش 3 4 بصلات. عايزه اقول لكم البصل كان زبده كده مشوي كده وزي الزبده. يعني احلى بقى حاجه فيه البصلايه اللي انا حطيتها دي. يعني جربوا بقى كده، والبصل ده كله كده مع الرز في منتهى الجمال. هنا بقى ايه هنحط بقى، وبوريكم هنا دلوقتي ان بصوا ولا لزق ولا اتحرق ولا في الصينيه حاجه لازقه ولا محروقه ولا مش مستوي، لا كله مستوي وتمام. اهم حاجه نحط الصاج اللي من بعد ما نحط في الرف الوسطاني الاول هنحطه تحت خالص في ارضيه البوتاجاز، بعد نص ساعه بنحطه في الرف الوسطاني، وبعد كده بنحط الصاج في القعر البوتاجاز من تحت خالص في الارضيه يعني. ونفضل نحط في ميه كل شويه نحط في ميه، كل ما تنشف نحط ميه لغايه الرز بتاعنا ما يستوي وهو في الرف الوسطاني، علشان الميه دي بتطلع على صينيه المندي بتديها طراوه، وبتدي طراوه للرز، وفي نفس الوقت بتطر الفراخ ما بتخليش الحاجه تبقى ناشفه معانا ولا يلزق ولا يتحرق ولا اي حاجه. شايفين طبعا الصينيه عامله ازاي؟ منتهى الجمال. احلى طريقه والتتبيله وكل حاجه فيه حلوه جدا، ان شاء الله هتجربوه هيعجبكم قوي. من احلى وصفات المندي اللي اتعملت بصراحه، وطلعت في منتهى الجمال. بامانه لو مش حلو لا كنت قلت لكم، بس بجد انا من كتر حلاوتها عايزاكم تجربوها. واجي بقى الفرخه، عايزه اقول لكم يعني دايبه دوبان كده، يعني اللحم دايب كده. واحلى حاجه بقى الحاجات اللي اتشوت دي الفلفل والبصل، وبالذات البصل ده في منتهى الجمال دايب كده ويتاكل كده لوحده. طبعا انا بقى احطه بقى كده بزوق بيه، وده الليمون وكله ما برميش حاجه بزوق بيه كده. وبس انا بعد كده اما اعمله هزود البصل ده لانه عجبني جدا. واجي بقى المندي بتاعنا هحط بقى شويه زبيب، ممكن تحطي او ما تحطيش حسب بقى ما بتحبي، بس انا حبيت ازوق بيه كده، وفي نفس الوقت انا بحبه بالزبيب. وكمان شويه بقدونس بقى كده او كزبره نزوق بيها الطبق بتاعنا عشان يبقى شكله جميل. وادي سلطه الدقوس اللي عملناها اللي مش هتكمل الاكله من غيرها. بصوا الرز في منتهى الجمال والمندي جميل والبصل كل حاجه حلوه. اتمنى ان انتوا تجربوها. بصوا الفراخ دايبه ازاي. بصوا انا بوريكم ان هي بصوا مستويه ودايبه دوبين، وطعمها والله العظيم التتبيله فظيعه بجد. اتمنى ان انتوا تجربوه، ولو جربتوه وعجبكم قولوا لي بصراحه حلو ولا مش حلو، وهتقبل اي حاجه تقولوها. بس انا عارفه ان هيعجبكم ان شاء الله.
وعايزة اقول لكم مدة التسوية بتبقى من ساعة ونص لساعتين، يعني على حسب لو انت عاملة فرخة كبيرة لساعتين او ساعة ونص، فبتكون استوت وبقت زي الزبدة زي ما انتوا شايفينها كده، شكل ولون وطعم وكله حلو. اتمنى الفيديو يعجبكم، اشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم.